مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. هعمل وصفة حلوة جدا النهاردة، بس في بداية الفيديو كده انا صحيت مبسوطة فقلت ابسطكم يعني. ابسطكم معايا. ايه يا جدع، مبسوطة ليه؟ صحيت الصبح من النوم يعني، فدخلت يعني على القناة، فلقيت ان انا كملت 3000 متابع ومتابعة. فاتبسطت جدا 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 جدا، لن تتخيلوا الانبساط، يعني ان انا المشتركين دول انا مشتريتهمش، يعني ال 3000 مشترك دول انا جبتهم بمجهودي، وجبتهم بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وبفضل طبعا دعم طنط جيجي. فبالثلاث حاجات دول، بفضل ربنا وبدعم طنط جيجي وبمجهودي، مفيش بني ادم هنا عندي على القناة انا اشتريته بفلوس. فالموضوع كان يعني اثر فيا جدا، ان انا حققت ال 3000 دول في وقت قياسي. وفعليا انا كنت بسمع اي نصيحة بتتقالي. بصور كل يوم كل يوم فيديو. ساعات كنت بطلع اصور معاكو وانا تعبانه جدا، مش قادره اقف على رجليا. عندي امتحانات وعندي ضغط امتحانات، وبقف اصور عشان خاطر ده شغلي. تعبانه مثلا، عندي مشاكل او تعبانه نفسيا، بطلع برضو قدام الكاميرا. مفيش يوم فوتته بقالي تقريبا يعني اكتر من 3 شهور او شهرين، يعني مش عارفه بالظبط العدد. حطيت القناه في دماغي وقلت ان انا هطلع فيها كل طاقتي، علشان انا عايزة ابقى حاجة، وعايزة ان انا يعني يكون لي كده كيان كده ووجود في الحياة، واحس ان انا عملت حاجة مهمة في حياتي. يوم ما ربنا سبحانه وتعالى يسألني يعني شبابي افنيته في ايه، ابقى افنيته في حاجات، في حاجة مفيدة، سواء الدراسة اللي بدرسها او سواء شغلي اللي انا بطلعه معاكم. كل كلمة في القناة او كل معلومة بقولها او اي حاجة، حبيت ان القناة كلها يكون محتواها تعليمي وهادف، سواء يكون التعليم من طريق الطبخ اي معلومة بقولها، او عن طريق الدين اي معلومة دينية بقولها. اتبسطت جدا جدا امبارح لما صحيت لقيت ان انا بقيت 3000. ناس كتير هتقول لي يا جدع، ما احنا محققين الرقم، او ناس كتير عندها الرقم ده ومش بيفرحوا، يعني بالنسبة لهم عادي. لان بمنتهى الامانة في ناس كتير، هي الناس الرقم اللي عندها ده هو مش بمجهودها. هم بيدفعوا يعني وبياخدوا الرقم ده، لكن انا الرقم ده انا جايباه يعني. يعني كان قدامي مجالات كتير جدا ان انا اجيب ارقام مهولة وبفلوس، بس كان هيكون رقم، يعني رقم عندي في القناة، بس مش هيبقى عندي ناس، مش هيبقى عندي ناس بتتفرج عليا، ناس بتحبني من قلبها، ناس بتستناني كل يوم في وقت معين. فرفضت الفكرة وقلت انا هشتغل على نفسي، وانا عايزة كل حد هيخش يعمل سبسكرايب في القناة فهو عشان بيحب غادة، علشان عايز يتفرج عليها، مش عشان اي مقابل تاني. فامبارح لما حققت الرقم ده بقيت مبسوطة جدا جدا، حسيت ان انا فخورة بنفسي جدا، ان انا تعبي ما راحش هدر. ايام كتير كنت وانا بصلي بالليل مثلا قيام الليل، طبعا ما حدش بيبقى عارف الحاجات دي، كنت بقعد اعيط واتكلم مع ربنا ان انا تعبت وبشتغل وبسعى جامد. وبعدين انا مش بسعى في مجال واحد، يعني انا بعمل معاكم القناة وبسعى في مجال تعليمي، يعني بدرس. فالاتنين مع بعض جهاد، وصعب جدا ان بني ادم يجمع ما بين بيت ودراسة وتصوير مع بعض. الموضوع متعب جدا، مش سهل. بس دايما حتى وانا كنت بصلي وكده بقول يا رب انت قلت وان ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى. فانا بسعى وانا واثقة انك هتديني وهشوف نتيجة تعبي ده. فاول فضل عليا، يعني انا اول لما فتحت وكده فكنت خايفة من قبول الناس، يعني ناس كتير حققت مشتركين ورقم، بس للاسف يعني ما كانش عندها القبول، او ما كانش عندها حظ حب الناس. فانا كنت خايفة من الفكرة دي، ان احقق رقم بس ما حققش حب الناس، وانا كنت حابة احقق حب الناس اكتر من الرقم. كنت حابة يكون عندي عيلة وعندي اهل وعندي عزوة يكونوا معايا كده ويساندوني، يبقى عندي امهات
عندي صحاب، عندي اخوات، مفيش اي حاجة مقابل ما بيننا غير الحب والاحترام والاخلاق. فحابة اشكر كل حد داس سبسكرايب او عمل لي لايك او كتب لي كومنت جميل زيه. يعني شكرا جدا جدا من قلبي على حبكم وعلى دعمكم وعلى دعواتكم الجميلة. معظم الكومنتات ما بيجيليش الحمد لله كومنتات سلبية بشكل جارح يعني، فالحمد لله. كل الكومنتات كانت جميلة جدا، كانت محترمة جدا. حابة أشكر الناس في جزء يعني حابة كتير كده بيقولوا لي صوتك يا جادة مريح، صوتك يا جادة مريح، احنا بنتفرج على الفيديو عشان صوتك. وانا عمر في حد في حياتي ما قال لي الجملة دي. يعني انا بتكلم مع صحاب، بتكلم مع الناس كلها، عمر ما حد يعني قال لي الحاجة دي بالذات ان انا صوتي مريح. فبجد الجملة دي خلي بقى فيديو النهاردة كده نحتفلوا مع بعض بال3000 مشترك. آم، حابة أشكر طنط جيجي، طبعا صاحبة قناة أم البنات يعني. حابة أشكرها جدا 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 من كل قلبي، لأن بص هما 3 حاجات: فضل ربنا وحبكم ودعمها. لو ال3 حاجات دول ما كانوش اشتركوا مع بعض ما كنتش أنا هبقى موجودة دلوقتي يعني. آه، مش عارفة أنا متأثرة لسه صراحة. يعني ناس كتير في المجال ده، بس أنا أي خطوة بعملها بحس كده إيه إن أنا بتعب قوي في الحاجة عبال ما أخلصها وأعملها وكده. وببقى حاطة ثقة بنسبة مثلا 1,000,000% في ربنا، يعني مليار في المية. طول الوقت كنت اقول انا عارفة ان انا هوصل، انا عارفة ان ربنا هيكرمني، انا عارفة ان سعي ده مش هيروح، فاهمين؟ طبعا كل اللي عارفني على المستوى الشخصي يعني دموعي قريبة يا جماعة، دموعي قريبة جدا، مش عارفة السبب يعني. بس فرحة النجاح. على فكرة انا القناة لسه ما اتفعلتش. يعني بجد انت عمالة تعيطي من قبل ما القناة تتفعل، اما لما تتفعل وتخشي مراجعة وتحققي الربح هتعملي ايه بقى؟ هتنهاري بقى. لا والله العظيم يعني مش كده بس. بتبقى فرحة لما بني ادم يتعب ويحس بحب الناس. حب الناس ده كنز، حب الناس ده نعمة كبيرة جدا. كان ممكن اتعب وكان ممكن يحصل كل مراحل الدعم اللي حواليا ديت، بس ما حدش يتفرج بسبب حب الناس. فحب الناس ده كنز ورزق كبير 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 ربنا انعم عليا بيه. طول الوقت كنت أدعي اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. دايما كنت أدعي الدعاء ده في كل صلاة. كان نفسي أثبت لكل الناس اللي أصروا إن أنا شخص مش نافع، وأصروا إن أنا مش هبقى حاجة في يوم من الأيام، قبل ما أثبت لهم إن أنا هبقى حاجة، أثبت لنفسي إن أنا قد التحدي وإن أنا قد أي ظرف صعب مريت بيه. اتحملت المسؤولية من سن صغير جدا. ما كنتش ناقمة على القدر، كنت طول الوقت راضية ان ربنا حطني في مسؤولية وفي اختبار صعب. طبعا موضوع ماما يعني ان هي اتوفت، آه، فاتحطيت في اختبار صعب وقعدت 12 سنة بقى. تخيلوا بقى 12 سنة كنت في أولى ثانوي مسؤولة وكده. فما كنتش عارفة يعني طب أنا هبقى إيه. يعني عارفين لما تبقى يعني بنت تتحول لأم فجأة، فكان إحساس صعب. دلوقتي مثلا انا عندي 26 سنة، كل الناس صحابي والناس اللي بيحبوني كده طول الوقت بيقولوا احنا بنحس ان انتي امنا اكتر من اختنا وصاحبتنا. الاحساس ده طبعا انا ربنا حسسني بيه من سن صغير جدا. فطول الوقت حاسه ان انا مسؤوله عن الناس اللي حواليا، طول الوقت عايزه افرح الناس اللي حواليا، طول الوقت عايزه اكبر بخاطر الناس اللي حواليا. فدايما لما انت تعمل حاجات خير كتير كتير بتلاقي ربنا اكرمك بقى، زي ما ربنا كده اكرمني بيكم وبحبكم وبوقفة ناس جميلة جنبي يعني. فيديو مؤثر بحت صح؟ فيديو مؤثر بحت. بس يعني انتوا تبقوا اهلي على كده ببلاش، لازم تتأثروا انتوا كمان، تأثروا معايا يعني.
فانا مبسوطة جدا 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 ان انا بقى عندي اهل تانيين، من غير اي مقابل، مش عايزين مني اي حاجة غير ان هم بيحبوني وان انا بحبهم. طنط جيجي انا شايله جميلك فوق، يعني فوق دماغي لحد اخر العمر. مش سهل ان حد ناجح يحب النجاح للغير، دي مش حاجة سهلة ومش موجودة في كل الناس. لازم بني آدم بيكون عنده رضا وواثق ان الارزاق بايد ربنا سبحانه وتعالى. شكرا على احتوائك، وشكرا انك وقفتي جنبي وما قصرتيش، وشكرا ان انت ما خذلتنيش يوم ما قلتلك انا محتاجاكي و... وان انا محتاجه ان انا اوصل للناس. شكرا انه على وقفتك، لولا دعمك انا ما كنتش عرفت اوصل لكم. لان موضوع ان احنا نوصل للناس في وقت قياسي او قصير عايز مجهود وعايز تعب وعايز صبر، فهي وصلتني في وقت قياسي بفضل ربنا ودعمها طبعا. طبعا حبكم، لو ما كنتوش حبيتوني ما كنتش، لو هي دعمتني وكان حصل ايه وانتوا ما حبيتونيش ما كنتش وصلت. فحبكم ده جوه قلبي وفوق دماغي وعمري ما هنساه ابدا في حياتي. الناس اللي بتتواصل معايا على ماسنجر، بيسألوا عليا كل يوم وبيحبوني من قلبه، مش عايزين مني اي حاجة، يا جدع صباح الخير احنا بنحبك، ويطمنوا عليا ولو ما نزلتش فيديو. انا كمان بحبكم جدا جدا جدا، وربنا يعلم انتوا بقيتوا جزء في حياتي. واليوم اللي انا ما بقدرش اصور فيه، يعني انا بنزل كل يوم فعليا بقالي 3 شهور او شهرين بنزل يوميا يوميا يوميا. اليوم اللي انا ما بطلعش فيه بجد بيبقى انا يا اما تعبانة جدا جدا لدرجة ان انا حتى مش قادرة اطلع لايف. يعني اليوم على فكرة لما بنزلش فيه فيديو انا بطلع فيه لايف اتكلم معاكم، بيبقى عندي تاني يوم امتحان وبطلع لايف عشان ما يعني ابقى متواجده يعني. فلما تلاقوني ما نزلتش في يوم، فيا اما تعبانه، يا اما عندي ظرف، يا اما صوتي بيروح، يعني انا ساعات صوتي بيروح خالص. آه، البرد دايما بيجيلي في صوتي يعني. يا اما في مشكلة في النت، في مشكلة في التحميل، في مشكلة في كده يعني. ده اللي ممكن اجيب عنكم فيه يعني. آه، طلب منكم ان انتوا عددكم بقيتوا 3000 مشترك ومتابع، فاحنا شغلنا بنبقى محتاجين منكم مقابل واحد بس: اللايك والكومنت وحبكم. بص، 3 حاجات مش بفلوس: بتتكي لايك، بتكتبي كومنت، دعوة حلوة، وبس كده. دول اللي احنا بنبقى محتاجينهم، الكومنت واللايك. ده شو يعني ايه تقدير شغلنا. فتخيلي مثلا انا بصور الفيديو اللي بيطلع لك في 15 دقيقة او في 3 دقايق او في دقيقتين او في 14 دقيقة، مهما كان انا بكون بصوره في 3 ساعات. 3 ساعات يا كده، 3 ساعات. بعد ما بصوره انا بسرع السرعة، بركب صوت، بكتم لكم الصوت، بشتغل على صورة مصغرة، بعمل مونتاج. بتعب جدا على فكرة في الصورة المصغرة عشان تطلع بالجودة بتاعتكم. انا بشتغل على برنامجين عشان اطلع الصورة المصغرة بالجودة ديت. بفكر في عنوان، بعمل ابلود للفيديو، بقعد بعد كده اشوف التفاعل على الفيديو. فانا الفيديو بياخد معايا اليوم كله، مش ال15 دقيقة اللي انتوا بتشوفوهم. فالمقابل اللي احنا بنبقى عايزينه اللايك والكومنت والكلمة كويسة، جبر الخاطر، مش اكتر من كده. فلما بيبقى عندنا عدد كبير مشتركين وبنلاقي مثلا محدش اتفرج على الفيديو، محدش عمل لايك، محدش عمل كومنت، فتخيلوا مثلا انتوا شغالين في شركة وعمالين تشتغلوا وتعملوا كل ما بوسعكم عشان مستنيين في اخر اليوم ان المدير يقول لكم ايه: كتر خيرك، برافو، ده انت شاطر، انت ليك مكافأة اخر الشهر، انت ليك ترقية اخر الشهر. فبتبقى مبسوط. تخيل بقى انت تعمل كل التعب ده ويجي مثلا المدير في الاخر او الناس اللي انت المفروض يقدروك كده ما حدش يقدرك بقى ولا حد يعبرك حتى. فبتعمل ايه؟ بتقعد تعيط، بتزعل، بتحس ان انت مجهودك راح، ما حدش مقدره. طبعا ربنا العالم مقدر كل ده وشايل لنا في الخزائن الرزق بتاعنا. بس دايما السوشيال ميديا، اي حد شغال على السوشيال ميديا مش بيبقى محتاج غير حاجه واحده بس: الكلمه الطيبه والكلمه الكويسه، وانه يحس بالتقدير، يحس ان التعب اللي تعبه في كل اليوم وطلع كام دقيقة، لا هم يستحقوا الكام دقيقة والتعب دول. الكومنت الكويس واللايك بتاعكم ده بس الحاجة اللي احنا بنبقى محتاجينها منكم. الدنيا اليومين دول مش
ألطف حاجة بسبب الأحداث، مشاهدات مش كويسة بسبب الأحداث، النفسيات مش كويسة بسبب الأحداث، بس إن شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة لأن ربنا موجود. طول ما ربنا موجود محدش يخاف. دي حاجة كمان عايزة أقولها، إن طالما وصلتوني لعدد حلو من المشتركين، فأتمنى إن العدد ده ما يكونش رقم محطوط بس في القناة، يكون لأن الرقم أنا جايباه بمجهودي، يعني مش جايبكم من أي حتة تانية. فطالما انتوا دوستوا واشتركتوا يبقى انتوا بتحبوني، فلما انزل فيديو تتفرجوا عليا كده وتحطوا لي اللايك حلو والكومنت الحلو، عشان اقدر يعني ايه اقدر يعني اكمل المشوار معاكم يعني. زي ما قلت لكم انا بحاول ان انا انجح واسعى في الرزق باي طريقه. آه، بحاول ان انا يبقى عندي كيان، بحاول ان انا يكون ليا رزق عشان اقدر ان انا اعمل كل حاجه نفسي فيها، وابسط الناس اللي حواليا، واقدر اعمل الخير اللي جوايا اللي نفسي اعمله في حاجات كتير. فاتمنى تساعدوني في نقطه زي دي، وما تبخلوش عليا زي ما بخلتوش عليا بوجودكم واشتراككم. ما تبخلوش عليا ان انتوا تتفرجوا وتسيبوا لي الكومنت اللايك، الكومنت الحلو واللايك. نسيت الكلمة كلها خلاص. رغاية صح. مش مشكلة طالما بتحبوني مش هتزهقوا يعني. في بقى كوبشت كده متابعين كده حابة اشكرهم طبعا، دول اللي معايا من الاول خالص، ما بيفوتوش فيديو غير لما بيخشوا. طبعا في ناس لسه جديدة معرفش اساميهم، معرفش اي حاجة، بس انتوا بقيتوا عيلتي التانية، انا حافظة ناس كتير جدا. عايزة أشكر طنط أمينة في فرنسا. طنط أمينة هي معايا من ساعة ما أنا كان عندي تقريبا 50 متابع أو 100 متابع، ما كانتش بتفوت لي فيديو. غير اللي هي ما كانتش بتفوتني فيديو، تخيلوا لما حد يكون في مكان ماما وكل أكلة أعملها مفيش يومين ألاقيها داخلة على الوصفة تقول لي يا غدهودة أنا جربت الأكلة وطلعت تحفة تسلم إيدك. كل الوصفات جربتها، مفيش حاجة ما جربتهاش، وبتخش تكبر بخاطري وتكتب لي كومنت حلو. عايز اقولك انا بحبك جدا، وشكرا جدا على ثقتك فيا ان انا حد صغير، وان انت تثقي في اكله او وصفه وتعمليها. وعمرك ما حسستيني ابدا ان انا ولا حاجه. دايما كنت بتشجعيني بالكلام، تقولي لي هتوصلي واصبري، ودايما كانت بتديني كده ايه طاقه ايجابيه وثقه بالنفس كده. طنط حنان. آه، طنط حنان يوسف هي طبعا مختفية بقالها أكتر من 15 يوم، لأن هي عندها ظروف يعني صعبة شوية، فندعي لها إن شاء الله ترجع وتتفرج تاني علينا. طنط حنان طبعا من القاهرة، من الناس الجميلة جدا اللي بتحبني جدا برضو من قلبها، وطول الوقت بتتفرج عليا وما بتسيبنيش في أي فيديو أي حاجة. أنا الناس دي معرفهاش على المستوى الشخصي، أنا الناس دي متابعين زيكم، حبوني واحتووني، وفضلوا جنبي كده لحد ما حققت 3000 مشترك. طنط شادية في الإمارات، هي فلسطينية يعني عايشة في الإمارات. اتواصلت معايا، اتصلت بيا، اتبسطت جدا باتصالها لان انا بحب قوي اللهجات اللي مش مصرية. حاجات جديدة بقى، لهجات جديدة كده. اعتبرتني ان انا صاحبتها واختها وان هي زي ماما. انا بحبك جدا وربنا يخليكي ليا. مين استنوا بقى عشان نفتكر، عشان الناس هتزعل. انا دبست نفسي صح. انا دبست نفسي. في ام كريم بتعلق لي على طول، في طنط وداد بتعلق لي على طول، في ام اوشة بتعلق لي على طول. هفتكر. طنط حياة من الامارات. ليان وريان، واحدة من السعودية واحدة من ليبيا. بصوا. رحت جبت الاسماء عشان انا عارفه نفسي الناس هتزعل مني، وفي ناس هتزعل لان انا ما عرفتش اجيب كل الاسماء يعني. فيلا بقى. طنط عبير، وطنط منى، ورقية وزينب، وطنط وداد، وطنط جيهان، وطنط وفاء في لبنان عاملة ايه؟ وطنط هدى مسعود، وطنط ماجدة. طبعا انا مش عارفة الاسم كله على بعضه، بس انتوا عارفين نفسكم يعني. وفي اتنين فاطمة، في طنط فاطمة عبد العال، وفي طنط فاطمة حاجة تانية. مش فاكرة ايه. وطنط فاتن، وطنط اماني، وطنط اماني عز، ونورة، وطنط عفاف، وطنط شريفة، ومين تاني،
وفي طنط ملك، مش عارفة اسمك ملك ولا لأ، بس انتي من السعودية، بتكتبي لي علم السعودية. و... وفي هبة. بس كده. ف وفي ناس كتير والله العظيم، في ناس كتير. بصوا انتوا 3000 واحد. فانا يعني الناس دي اللي انا قلتها دي باستمرار بتكلمني باستمرار. في ناس تانية يعني انا اسفة بجد من كل قلبي لو حد انا ما قلتش اسمه وبيعلق لي على طول. بس انا والله انا بنسى، واللي افتكرتهم ودول جبتهم من جوه الكومنتات. فكل مرة هفرحكم بحبة كده، اقول لكم حبة اسامي كده. قلت ام كريم انا صح. في طنط من اليمن والله مش فاكره اسمك، وفي طنط من الاردن مش فاكره اسمك. في ناس كتير قوي بتكتب لي. في حد هندي او مش عارفه صيني ولا ايه بيكتب لي بالانجليزي، فهالو ثانك يو فيري ماتش. بس انا مش عارف. بص يعني لو انت بتفهم عربي او بتفهمي عربي، يعني هو الجمله الوحيده اللي بفهمها السلام عليكم. الكلام اللي بعده مش بفهمه، فانا مش عارفه دي لغه ايه الصراحه يعني. بس ثانك يو فيري ماتش، لان على طول الشخص او الشخصه بيعلقوا لي وبيشكروا في المحتوى يعني. مين تاني يا غاده؟ ده الناس هتزعل وهيعملوا لك بلوك. مش عارفه، نسيت. ماشي، لو افتكرت حتى هقول لكم يعني. مش بحب ازعل حد، رحت جبت حبه كمان. طبعا مش هعرف اجيب ال 3000. في ام محمد، وفي طبعا مع حفظ الالقاب طنطهات، معرفش طنطهات ولا ادي، بس مع حفظ الالقاب لو انتوا طنطي يعني. وفي منى حمدي، ورحاب حباشي، ونشوى، وفاطمة امير، وفيفي، وفايزة، وولاء. ماشي. والحبة اللي قلتهم. انا بحبكم كلكم، وانا اسفه جدا لو نسيت حد. انتوا كلكم فوق دماغي وعلى راسي. لو نسيت حد اتمنى يعني ما يزعلش ويسامحني، لان الذاكره طبعا وان انتوا كتير. اتمنى ال 3000 دول يبقوا 300 الف كده ان شاء الله، ونبقى عيله كبيره كده مع بعض، وربنا يكرمنا كده ان شاء الله. ادعوا لي بقى ان الساعات تتحقق، فشدوا حيلكم كده شويه معايا في اللايكات والكومنتات، وتتفرجوا على الفيديو لحد اخره علشان اقدر اقدم القناة للمراجعة. اول ما هقدمها ان شاء الله هفرحكم. واقفوا بقى جنبي، لان انا فاتحة الحوار ده كده علشان يكون رزق ليا، واقدر اعمل كل حاجة نفسي فيها. انا بكلمكم بمنتهى الامانه يعني. وانا حبيت ان انا يكون كل الناس اللي موجوده دي تكون داخله فعلا عشان هي بتحبني، ما تكونش ناس كده عدد وخلاص كده بمقابل. فشكرا جدا على وجودكم وعلى حبكم وعلى دعواتكم. بحبكم كلكم. اتمنى ان انا دايما اكون عند حسن ظنكم. للمعلومات، انا محتواي الاساسي مطبخ، يعني بعمل وصفات اكل حلويات كده. هفصل كل فترة بفلوجات، هفسحكم في اسكندرية، هوريكم اماكن حلوة في اسكندرية نتفسحوا مع بعض. لو اشتريت حاجة هوريها لكم في المواسم زي رمضان العيد الحاجات كده، هوريكم الاجواء. مشتريات طبعا رمضان الحاجات ديت، كل الكلام دوت كده هنبقى ايه مع بعضينا. سافرت طبعا ساعات بروح القاهرة كده، هاخدكم معايا. حابه ان احنا نعمل تجمع ان شاء الله، ربنا يكرمنا كده، والناس اللي في اسكندريه كده نتجمعوا كده في مكان عام، واعمل لكم اكله حلوه كده. ونقعدوا في نادي او اي حاجه نتعرفوا على بعض. ايه كمان. فده المحتوى بتاعي. الحاجة اللي مش هقدر اعملها هي الروتين، فسامحوني لان الناس كتير طلبت موضوع الروتين، وهيبقى صعب جدا بالنسبة لي في البيت. وانا شخصيا مش حابة ان انا اعمل روتين، لان خصوصية شوية. ده محتوايا، ودي الحاجات اللي هقدر ان انا اعملها معاكم في القناة. اتمنى اكون خفيفة عليكم، وشكرا على حبكم. باركولي بقى في الكومنتات، كومنتات كتير كده حلوة ولايكات كتير عشان اقدر اقدم القناة. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.